نشرت صحيفة ماركا بيان مهم جدا، وده بعد خسارة ريال مدريد أمام فياريال في بطولة الدوري الأسباني. والجدير بالذكر إن خسارة ريال مدريد أمام الغواصات الصفراء كانت ممكن تبقى خسارة بفرق أهداف كبيرة لصالح نادي فياريال، وما قدمش النادي الملكي أي عروض تليق بكيان كبير زي المارينجي واللي متعودين عليه دايما. وخسر النادي الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الجولة ال16 في بطولة الدوري الأسباني. والنادي الملكي برصيد 38 نقطة وفي المركز الثاني وخلف النادي الكتالوني. وبينت الصحيفة السبب الرئيسي لخسارة أبناء المدرب كارلو أنشيلوتي بالنتيجة دي والأداء الغير مقبول للنادي الأسباني، وإن التشكيلة اللي بيلعب بيها النادي حاليا ما بتمتلكش أي لاعب أسباني لأول مرة في تاريخ النادي، وده سبب رئيسي لخسارة الفريق. وإن السبب التاني هو إن النادي ما بيمارس الضغط المستمر اللي بيقدمه في كل مبارياته، وإن اللاعبين ما وصلوش للطريقة المناسبة لقيادة المباراة. والسبب الثالث هو افتقار النادي لدقة بدلاء قوية ولاعبين قادرين يصنعوا الفارق بعكس السنوات الماضية.